نهاركم زين، نهاركم طيب البنات. معكم السيدة ماجدة صاحبة قناة بوجي كونستانتين. لتتعرف على القناة لأول مرة نرحب بها ونطلب منها الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلها كل جديد. كما أنكم تقدروا تتابعوني على صفحتي على الانستغرام اسمها نفس اسم القناة. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة جديدة، حشو جديد، أذواق جديدة ومميزة مناش معتادين عليها. حبيت نبعد شوية على ذوق الشوكولا والكراميل والفريز. حبيت نبعد كذلك في التزيين على الالوان، على الورود، على الازهار، يعني على الحوايج هادو. حبيت نرجع شويه للكلاسيكي. هذه الوصفه سميتها القلوب البيضاء، كان سبق لي ونزلتها على صفحتي على الانستغرام لكن بتزيين مغاير باوراق النسيم. اليوم درت لها تزيين جديد وشكل جديد. اول حاجه البنات راح نعرض معكم المكونات. عندي لا باتا غلاسي الوجدان البيضاء، راح نستعمل لا كريم فريش تاع لا مارك كوزينا، يعني بلوس كو 35 بورسون دو غرا. راح نستعمل كومبوت دو بانك، وراح نستعمل هاد لو مول كور كيما قلنا، وراح نستعمل لا بات اروماتيزونت غو اناناس. يعني كيما تشوفوا راح نستعمل لي فروي اكزوتيك في هاد لو غاتو تاعي. للتزيين راح نعتمد على هاد الريشات، صراحة شريتهم من برا هكذا واجدين من عند محلات الحلويات. البنات حبيت نعرض معكم بعض لي برودوي اللي راهم نزلوا للسوق جدد وراهم دايرين بهم حالة. يعني هنا حبيت نعطيلكم باش تعرفوا لي برودوي، وكذلك تقدروا تعوضوا الشيء اللي خدمت به انا يعني بهاد المكونات ولا هاد المواد. هنا عندنا هذا كرانشي كراميل، وكرانشي سيترون، فيه كذلك أذواق عديدة، فيه كرانشي بيستاش وكرانشي فريز، لكن صراحة أنا عجبوني هاد لي دو غو. هو سي دو شوكولا افيك غو، يعني شوكولا بذوق الكراميل وشوكولا بذوق الليمون. هنا كذلك هاد الشوكولا تاع سنيكرز وتاع النوغات، يعني راهي مدايره حاله تاع لا سافور، وراح بربي ان شاء الله نخدم لكم بها كذلك وصفات اخرى. ونزيد نعت لكم كذلك لا باتا غلاسي تاع الوجدان، هذه كنت سبق لي ونعتها لكم في الايامات تاع العيد الصغير كي جلي اونغوبي بها لي دات، هذوك لي دات فوغي غلفتهم بها. يعني صراحه دات جوده حتى البنه تاعها كيما البنه تاع الشوكولا تارتيني اللي نوجدوها في البلاره. يعني قلت لكم هاد لي برودوي تاع الكرانشي راهم دايرين حاله، ممكن الشيء اللي حنخدم به انا حاليا تعوضوه بهاد لي برودوي الجدد، لكن انا ماذا بيا ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وهاد الاذواق، حاجه جديده ومميزه. الحاجه الاولى ذوبت الشوكولا بلون، راح ندير بها لي كور تاعي اللي في المول. هنا البنات حطيت 100 غرام تاع الكريمه السائله، عليها 100 غرام تاع الشوكولا الدائبه، 100 غرام تاع الكريمه السائله تاع الحلويات، 35% من المواد الدسمه، و100 غرام تاع الشوكولا البيضاء حنخدم بها غاناش. ونزيد عليها كميه تاع لاغوم ولا لا بات اروماتيزونت تاع الاناناس، راهم يتباعوا باغ دوز. هكذا تشريوهم، سينو تشريو لي بواط الكبار، سورتو الا عاد عندكم الطلبيات تاع الحلويات بزاف. قلت لكم هنا البنات راح نخلط كل شيء مع بعضه ونحط لا غاناش تاعي تبرد. هنا رايحين نخدموا الشوكولا في المول. البنات سبق لي من قبل، شوفوا درت معكم غير 6 حبات فقط باش نعطي لكم الوصفه. راح خدمنا ديجا من قبل كيفاش نكلاسيو في المول، كيفاش نتخلصوا من الزوائد. ممكن ترجعوا فقط لي فيديو السابقين. راح ندير لا كوش الاولى ندخلها للكونجيلاتور، ومن بعد نزيد دوزيام كوش باش نبداو نخدموا. شوفوا لا غاناش تاعي كيفاش تخلطت مليح، راح ندخلها للفريجيدير. هنا البنات درت الدوزيام كوش وراح نبدا بالحشو تاعي تاع لو غاتو. هنا البنات بعد ما بردت لي لا غاناش تاعي زدت لها كميه معتبره تاع الفويتين باش نلقى هذاك الكرانشي، ولقيتها البنات مخصوصه شويه في لو غو في لا كولور. زدت لها كلكو غوت تاع لا بات اروماتيزون تاع الاناناس. كيما قلت لكم راكم تلاحظوا هنا بلي راح نخدموا بلو غو تاع لي فروي اكزوتيك. حتى لو سابلي اللي راح نديرو من تحت اعتمدت فيه على السيترون وعلى نوا كوكو. نعرفوا باللي نوا كوكو، الاناناس، المانغ، سيترون، سو سون دي فروي اكزوتيك ويتماشاو روعه مع بعضهم. جربوا فقط الوصفه وبربي ان شاء الله ما تكونوا الا مرضيين، خاصه انه ناكد انه ذوق جديد، يعني ماناش معتمدينه من قبل.
هنا البنات راح ندير كمية تاع الحشو داخل القلب تاعي تاع الشوكولا اللي قلت لكم درت دو كوش منه فقط. دوك من بعد كي نقطع لكم ولا نقسم لكم الحبة اون دو راحين تلقاو باللي الطبقة تاعي تاع الشوكولا تري فين. هنا نحاول اني نمشي الحشو تاعي على الجناب تاع لو مول ونحط مغرفة من الكومبوت دو مونغ. ممكن تعوضوها بالكومبوت دانانا، ممكن تعوضوها بالكومبوت تاع السيترون يعني لا تواجد. مي انا ننصحكم بهذه الاذواق في زوج اللي يكونوا لداخل يعني ما بين الاناناس والمانغ يعني جا فريمون كيفاش نقولوا تحسوا بالانتعاش. هذا هو المصطلح الصحيح، تحسوا بالانتعاش. هنا قلت لكم يعني نكمل هكذا بهذه الطريقه حتى نعمر لو غاتو تاعي. نعرفوا فقط كيفاش نوزعوا الحشو كيفاش نوزعوا هذاك الكومبوت دو مانغ. البنات هنا سبق لي وحضرت الصابلي قلت لكم توجدوه في الحلويات تاع العيد. صابلي تاع السيترون فيه من داخل لو غو تاع السيترون زاز دو سيترون فيه لا نوا كوكو كميه يعني مليحه تاع لا نوا كوكو يجي يعني صابلي من اروع ما يكون خاصه كي نزيد نخليه يتماشى مع الاذواق اللي في الحشو تاعي. هنا البنات بديت نزين حطيت القلب تاعي حطيته فوق القلب تاع الشوكولا فوق القلب تاع الصابلي درت له شويه تاع الكونفيتور كيما قادرين ديروا الشوكولا كيما قادرين ديروا نفس الكاناش اللي خدمنا بها وزينته بلا نوا كوكو يعني باش نقعد في لو ميم غو في لو ميم تام. ولصقت هذيك الريشه بالشوكولا البيضاء كذلك. البنات شوفوا سبق لكم وتولهتوا جربت وحده بالنكخي الريشه جربتها بالنكخي دوغي صراحه ما عجبتنيش وليت درت اون بانسي تاع النكخي بلون فوق الريشات باش يمدوا شويه هذيك لا بريونس. هنا قسمت لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جات من داخل جات يعني ما شاء الله. شوفوا الطبقه تاع الشوكولا تري فين. البسكويت تاني جا يعني معقول بارابور للكميات الاخرى. الحشو تاني جا ما شاء الله. يعني صراحة البنات ننصحكم سورتو الناس اللي يحبوا الأذواق المنعشة الأذواق اللي فيها شوية تاع الحموضة. ونعطيكم ملاحظة كذلك جد مهمة الكاطو تاعي معتدل جدا في الحلاوة يعني ما بين الحلاوة والحموضة جهايل سورتو لا غاناش. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفات جربوها وتخليوا لي آرائكم وتعليقاتكم.